السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي لذيذة. شعرية. آه، شعرية بلبن. بس دي عندنا في البلد. آه، والنهارده حاطين حلة كبيرة فيها مية عشان دي شعرية الصباحية. عندنا اي عروسة او اي عريس، بس تقريبا العروسة عشان احنا بنت خالتي هي اللي هتعمل. فحطوا حلة كبيرة وحطوا فيها الشعرية ديت. هتغلي وهوريها لكم ازاي هتستوي. ما تنسوش تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو منكم. كومنتاتكم بتحفزني. ربنا يبارك لكم يا رب. هنا هنخليها تغلي. بص هوصفها لكم ازاي. زي مكرونة بنسلقها. اول ما بتتحط في المية هتغلي، هتلاقوا ان المكرونة بدأت تستوي. هي زيها زي الشعرية برضو كده، لونها هيتغير، شكلها هيتغير، والنشفان اللي فيها ده هتطرى. المكونات اللي احنا هنحطها لبن وسكر وذرة ملح وفانيليا. انت بقى الاضافات اللي انت ممكن تعززوا بيها الطعم زي الكريم جانتيه، بودرة الكريم جانتيه. كل الاضافات دي احنا بنعزز بيها الطعم، زي كريم جانتيه، زي النشا. زي ما بتحطوها على الرز بلبن. بس دي الاضافات اللي احنا قلنا عليها، دي اللي احنا حطيناها. زي الكريم جانتيه انت لو حابه تحطيه حطيه. ويا سلام بقى لو خلصتوها بقى واستوت وتمام، وحطيتوا حته زبده او حته سمنه بلدي. الله على الجمال، بتدي طعم تحفه. بيحبوا يفطروا بيها الصبح. وكمان للاطفال تدي لهم غذاء حلو، فطعمها حلو. اهي بص هنا بدأت تستوي ازاي. هنا بدأت تستوي. هنبدأ بقى هنا في الحتة دي يعني خلاص اتأكدنا ان هي استوت. هنحط بقى السكر على حسب الرغبة، وهنحط اللبن والفانيليا، وما تنسوش رشة الملح. هنا هتبدأ تغلي اهي، حطينا السكر. هي كده استوت تمام. هنبدأ بقى نقلب، ندوب السكر، وهنحط ذرة الملح، وهنحط اللبن. اهي هنا حطينا اللبن. فاطمة حطت تسلم ايديها، وبالهنا والشفا للي اكلها. بيدوا للجيران والقرايب، بيدوا طبق يعني اطباق بيوزعوها. بتبقى حلوة قوي، وعادات وتقاليد في البلد، بس طعمها لذيذ وحلو. يلا سلام.